ممكن عيلة تبان طبيعية جدا، يعني عايشة وسط جيرانها في بيروت، حياة عادية وهادية، وفجأة تتحول لواجهة لواحدة من أخطر عمليات النصب وخيانة الثقة؟ وإيه اللي ممكن يكون مستخبي ورا وعود بالاستثمار وأرباح تبان كأنها خيال؟ النهاردة هنغوص في تفاصيل ملف غريب ومعقد اسمه ملف 33، خيانة المال والبشر. المصادر اللي معانا بتحكي قصة عيلة اسمها النجار، الحاج وسيم وزوجته وأولاده، اللي قدروا يبنوا شبكة احتيال بصراحة ضخمة جدا، بدأت من حي شعبي بسيط وامتدت لدول تانية. الهدف إننا نفهم سوا إزاي ده حصل وإيه الأبعاد اللي وصلت لها الحكاية دي. أيوة، واللي بيخلي القصة دي مختلفة مش بس حجم الفلوس اللي اتاخدت، لا، دي الطريقة نفسها. إزاي يعني قدروا يستغلوا الثقة والعلاقات الاجتماعية وحتى يعني التدين كغطاء لكل ده. والأخطر بقى إن الموضوع ما بقاش مجرد نصب فلوس، لا، ده وصل لأبعاد تانية خالص ليها علاقة بحياة ناس واختفاءات غامضة. طيب خلينا نبدأ الحكاية من الأول خالص. إزاي العيلة دي بدأت تنسج الخيوط بتاعتها؟ الواضح إن البداية كانت يعني مغرية جدا، عروض استثمار بأرباح شهرية عالية وضمانات بالكلام كده من الحاج وسيم وأم ريان، ودول بقى كانوا معروفين في الحي بسمعتهم الطيبة والتدين الظاهري. بالظبط، وهي دي يعني النقطة الأساسية. استخدموا السمعة دي كأنها رأس مال اجتماعي. دي طريقة احتيال بتعتمد أصلاً على بناء الثقة في الأول. والمثير هنا مش بس إنها طريقة البونزي المعروفة اللي هو يدفعوا أرباح للقدام من فلوس الجداد، لا، الفكرة إزاي قدروا يخلوا الثقة المبنية على الدين وعلاقات الجيرة القوية دي تخلي الناس ما تشوفش أي علامات استفهام. ده استغلال نفسي واجتماعي، يعني قبل ما يكون حتى استغلال مالي. بس الواجهة المثالية دي إمتى بدأت تتكشف؟ يعني إيه أول خيط خلى الناس تبدأ تشك؟ هو فجأة كده ومن غير أي مقدمات الأرباح اللي كانت بتوصل كل شهر دي بدأت تتأخر. نبرة كلام العيلة نفسها اتغيرت، بقت حد أكتر وبيدوروا في الكلام. تليفوناتهم كمان ما بقتش ترد بسهولة. بس نقطة التحول الحقيقية بصراحة كانت اختفاء ليلى. دي شابة جامعية أهلها كانوا مدين العيلة مبلغ كبير يخص أبوها اللي كان مسافر. اختفاء ليلى ده هو اللي قلب الموضوع من مجرد شكوك في الفلوس لقلق جنائي حقيقي بقى. وهنا الدنيا قامت ما عادتش بقى. الأهالي بدأوا يتجمعوا ويطالبوا بفلوسهم اللي اكتشفوا بعد كده إنها أكتر من 300,000 دولار. ولما راحوا البيت العيلة عشان يواجهوهم لقوا البيت فاضي تماماً، كأنهم فص ملح ودابوا يعني. الصدمة الأكبر بقى كانت لما الشرطة اقتحمت البيت، طبعاً بناءً على بلاغات الأهالي وبلاغ اختفاء ليلى. اللي شافوه جوه كان بصراحة صادم ومخيف. لقوا قبو سر تحت الأرض. القبو ده كان فيه صناديق فلوس كاش متغلفة ومختومة بأسماء ورموز غريبة كده. والأفظع من ده كله، لقوا أوضة عاملة زي أوضة تعذيب أو التحقيق، كرسي حديد متثبت في الأرض، سلاسل، حقن طبية غريبة، كاميرات مراقبة صغيرة مزروعة في كل حتة. يا خبر، ده كلام يرعب بجد. وإيه كمان لقوه؟ حاجة تانية؟ على الحيطة كان في خريطة كبيرة بتوضح شبكة توزيع بتمتد من لبنان لتركيا والسودان، وملفات كتير بأسماء مشفرة، حاجات زي مستهدف رقم 4 تم تحويله. وكل الأدلة كانت بترجح إن ليلى ممكن تكون كانت موجودة في القبو ده قبل ما تختفي على طول، خصوصاً مع شهادة الجارة اللي قالت إنها شافتها خارجة بتعيط ومعاها عربية غريبة محدش شافها قبل كده. ده معناه إن الموضوع أكبر بكتير بقى من مجرد نصب عادي، دي شبكة منظمة. بالظبط كده. التحقيقات بعد كده كشفت إن عيلة النجار دي كانت مجرد واجهة لشبكة دولية شغالة بشكل منظم جدا. الأنشطة بتاعتهم كانت بتتعدى النصب المالي لتشمل الاغتيال العقاري وعمليات تهريب بشري متغطية في شكل فرص استثمار وهمية. والأهم بقى غسيل الأموال، يعني طرق معقدة جدا عشان يخبوا مصدر الفلوس غير الشرعية دي ويخلوها تبان كأنها جاية من شغل قانوني عادي. والمفاجأة الأكبر بقى إنهم عرفوا يهربوا قبل المداهمة بساعات قليلة. واضح إنه بمساعدة ضابط فاسد سرب لهم المعلومة. طب وهربوا راحوا فين؟ وإيه اللي حصل بعد ما هربوا؟ الوجهة بتاعتهم كانت ألبانيا، وللأسف ألبانيا في الفترة الأخيرة بتتحول لمكان مفضل لعصابات غسيل الأموال بسبب ضعف الرقابة هناك شوية مقارنة بدول تانية. وهناك وسيم النجار فتح مكتب عقاري وهمي ورجع يكرر نفس سيناريو النصب تاني، بس المرة دي كان بيستهدف ضحايا جدد من دول عربية تانية.
وطبعا بعدها بفترة صدرت بحق العيلة كلها نشرات حمراء من الانتربول، يعني طلبات دولية للقبض عليهم. طب والضحايا اللي في لبنان يعني سابوهم في حالهم بعد ما هربوا؟ لا طبعا، ازاي؟ بدأوا يستقبلوا رسائل تهديد من أرقام دولية بتطلب منهم يسكتوا وما يكملوش في القضية. واحدة من الرسائل دي كانت بتوقيع مستفز جدا: وسيم رجل الإعمال المخلص. التحقيقات قدرت بعد كده توصل لسيرفرات مشفرة على الدارك ويب، وده الجزء الخفي من الإنترنت اللي بيستخدمه في أنشطة غير قانونية كتير، ولقوا عليها ملفات كاملة للضحايا، صور جوازات سفرهم، بياناتهم الشخصية، وحتى فيديوهات ليهم وهم بيمضوا على أوراق تحت التهديد والإكراه. ده تخطيط مرعب بجد، يعني مش مجرد نصب عشوائي. طب هل اتقبض على حد منهم في الآخر؟ الابن اللي اسمه نادر اتقبض عليه في مطار اسطنبول وهو بيحاول يهرب على كندا بجواز سفر مزور. نادر ده طلع هو العقل التقني بتاع الشبكة، المسؤول عن السيرفرات والملفات المشفرة وكل الشغل ده. واعترافاته كانت صادمة برضو، قال إن عيلته كلها مجرد جنود أو أدوات صغيرة في الشبكة الكبيرة دي، وإن العقل المدبر الحقيقي شخص ليه اسم حركي الراعي 33، لسه حر طليق في أوروبا وبيدير كل حاجة من هناك عن بعد. وكشف كمان إن الشبكة دي كانت بتخطط تتوسع وتدخل أسواق جديدة في الخليج بنفس الأساليب بتاعته. ومن هنا بقى جه اسم القضية ملف 33 بسبب تكرار الرقم ده. ورغم إنه وسيم ونادر اتقبض عليهم بعد كده، لسه في غموض كبير حوالين تفاصيل كتير، وحجم التورط الحقيقي لجهات تانية ممكن تكون أكبر وأخطر بكتير. فعلا التحقيقات الدولية لسه شغالة في محاولة لكشف هوية الراعي 33 ده وتفكيك باقي الشبكة. والواضح إن اللي حصل في لبنان ده كان زي ما تقول كده نموذج تجريبي أو بروفا لعمليات أكبر وأوسع كانوا بيخططوا لها. بصراحة قصة عائلة النجار دي بتورينا بشكل قاسي قوي إزاي ممكن الثقة اللي هي المفروض أساس أي مجتمع تتحول لسلاح يدمر حياة ناس وأحلامهم بشكل منظم ومدروس ومخيف. وبتسيب ورانا أسئلة كتير مفتوحة وملهاش إجابات واضحة لغاية دلوقتي. مين هو الراعي 33 الغامض ده؟ وإيه المصير الحقيقي للشابة ليلى اللي اختفت؟ وهل فعلا الشبكة دي انتهت بالقبض على أفرادها دول، ولا هي قادرة تغير جلدها وتكمل بطرق تانية؟ ويمكن السؤال الأهم اللي محتاجين كلنا نفكر فيه، في عالم مليان وعود براقة وفرص ممكن تبان حقيقية قوي، إزاي نقدر نحمي نفسنا ونحمي أحلامنا من إننا نقع فريسة سهلة لشبكات بتبيع الوهم ده؟ الرغبة المشروعة والطبيعية في حياة أفضل ممكن للأسف تتحول لنقطة ضعف لو الطمع دخل وعمل بصيرة. وبالمناسبة، لو النوع ده من القضايا المعقدة والمثيرة بيشد الانتباه، ممكن المهتمين يلاقوا تفاصيل أكتر وقصص مشابهة على قناة خلف الجريمة، بيقدموا تحليلات وتغطيات مميزة جدا للجانب ده من العالم.